في الأذان بنقول أشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن عليا وأبنائه المعصومين حجج الله. مين اللي أدخل في الأذان أشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن فاطمة وأبنائها المعصومين حجج الله؟ مين اللي أدخلها في الأذان؟ حجج الله. عقيدتنا هيك. برضه تاني حرام بقى يا عم بقى، رفعني ضغطنا مؤمل بقى. يعني ايه عقيدتنا كده؟ مش انا جبت لك الايه اهوت وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على وان على اثارهم مقتدون. هنفضل كده اولو جئتكم بادم ما وجدتم عليه اباءكم ان بما ارسلتم به كافرون. بس يا ابو مؤمل ما هو لازم الدليل يا ابو مؤمل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ادخلوا في الاذان اشهد ان علي وابناء المعصومين وفاطمه حجج الله؟ الشردة ومال بدر مال احد من الشردة وربعه راحوا واحد 3 ايام يلا اجى واحد. شردوا الصحابه بعد في غزوه احد 3 ايام شاردين وسايبين النبي 3 ايام في احد. ايه يا الله 3 ايام النبي قاعد يحارب 3 ايام في احد لوحده. 3 ايام يلا اجى واحد. قال له وين اين ذهبت يا فلان؟ شوف يعني انتم ليش تحرفون الدين يا اخي؟ كمل بس. الامام علي جه بقى في ال3 ايام دول كان بيسوي ايش الامام علي؟ الامام علي كان ب3 ايام قاعد يحارب في احد لوحده وهو النبي كان بيستغيث بالامام علي. نعم النبي بيستغيث بالامام علي. يا الله. نعم. طب واللي تولوا واللي هربوا يوم احد دول هل الله راضي عنهم ولا غضبان عليهم؟ طبعا غاضب عليهم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ربنا عفى عنهم وانت تقول لا ربنا غضبان عليهم. عرفتم ان انتم ما تعلموا شيء في القرآن؟ رضى الله عنهم او ما رضى، احنا وين ندري؟ نحكم القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ يا هو الصراط المستقيم منو؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هعمل له فخ. ركزوا معايا. الصراط المستقيم هم الصحابة. لا علي جميل جدا. كنت بعمل لك فخ. النبي بقى اما كان بيصلي ويقرأ سورة الفاتحة وكان يقول اهدنا الصراط المستقيم كان بيدعو الله ان يهديه الى صراط علي بن ابي طالب. يلا اجب بقى. الصراط المستقيم هو علي. جميل جدا. الصراط المستقيم هو علي. فما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفاتحة كل يوم في صلاته ويقول اهدنا الصراط المستقيم فكان بيدعو الله ان يهديه الى علي بن ابي طالب. من أول من سجد على التربة الكربلائية؟ الإمام السجاد. اللهم صل. مبروك. كسبت معنا لطامة أوتوماتيكي تقف هكذا تشتغل أوتوماتيكي شاحن تضرب هكذا. الله يحفظك سيد الله يحفظك. هل تحب اللطامة تكون بها مسامير أم بدون الأوتوماتيكي هكذا؟ أنت تحب اللطمة على آل البيت؟ اللطم على آل البيت؟ أنت تلطم على الإمام الحسين؟ كل احنا نلطم أصغارا وكبارا كل احنا فداء لأبو عبد الله الحسين. طيب وهل تمشي على الجمر من أجل أبي عبد الله الحسين؟ طبعا نمشي على كل شيء نمشي لأبو عبد الله الحسين. يا الله. أرواحنا فداء لأبو عبد الله الحسين. أنا ما عندي جمر يعني للمشي عليه هل يجوز أن أمشي على البوتاجاز؟ مين قسيم الجنة والنار؟ أبو بكر ولا عمر؟ لا أنا ما لي علاقة بهم ذولي. عمر وأبو بكر وعثمان أنا ما قاعد أتطرق عليهم هذول ما لي علاقة بهم. طيب من قسيم الجنة والنار؟ من الذي يقف على الصراط يوم القيامة يدخل شيعته الجنة؟ علي كيف بقى والله سبحانه وتعالى. أنا كنت بعمل لك فخ. علي كيف والله سبحانه وتعالى يا شيخ رحيم يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لعلي. الأمر يومئذ لمن؟ لله. أيوة يبقى أما ليه بتقول علي بقى قسيم الجنة والنار؟ الإمام علي يأتي يوم القيامة ذليل إلى الله خائف. كله يأتي خائف يوم القيامة. محمد حبيبي ما قام دين محمد إلا بسيف علي. أعوذ بالله. وأمال خديجة. يعني لولا سيف علي بن أبي طالب كان دين محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله كان ضاع. يعني اللي أنجى دين محمد هو سيف علي بن أبي طالب عياذا بالله. نعم سيف علي هو اللي قوم الدين.